واش كتعرف شكون هو اللاعب المغربي اللي خلى الإعلام العالمي يهضر عليه بعد مباراة المغرب والبرازيل؟ عنده غير 18 عام، وأول مباراة رسمية ليه مع المنتخب الكبير كانت ضد البرازيل. اليوم غادي نحكيو قصة أيوب بوعدي كاملة. البداية ديالو تزاد في فرنسا من أصول مغربية، بان الموهبة ديالو من صغره، دخل أكاديمية ليل أو اس سي وتطور بسرعة كبيرة. كيفاش صدم أوروبا؟ لعب مع الفريق الأول وهو صغير بزاف، تألق في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال. بزاف ديال الأندية الكبيرة ولات كتراقبو. 3. اختيار المغرب بدل فرنسا. كان لعب مع الفئات السنية ديال فرنسا. الجامعة المغربية خدموا عليه باش يمثل الأسود. وافق واختار المغرب قبل كأس العالم 2026. 4. مباراة البرازيل، لحظة الانفجار. أول مباراة رسمية ليه مع المغرب كانت ضد البرازيل. المغرب تعادل 1-1. بوعدي سيطر على وسط الميدان بطريقة خلات الصحافة العالمية تشيد به. حقق أكثر من 90% دقة التمرير ولمس الكرة أكثر من أي لاعب مغربي تقريبا. 5. ماذا قالت الصحافة العالمية؟ رويترز وصفته كواحد من أبرز نجوم المباراة. الجارديان قالت بأنه فرض شخصيته ضد نجوم البرازيل. جماهير كثيرة على الريدت اعتبرته أفضل لاعب وسط في المباراة. واش أيوب بوعيدي هو النجم القادم للمنتخب المغربي؟ واش يقدر يكون خليفة الجيل الذهبي ديال أسود الأطلس؟ اكتب رأيك في التعليقات.